سلطة أو شلطة صيفية كتجي منعشة بالقمرون كذلك بالخضار، كتجي لذيذة بزاف وكتجي صحية وفيها قاع العناصر اللي بغيتو. ممكن تضيفوا اي حاجه يعني عندكم في الكوزينه او في المطبخ ديالكم. ان شاء الله هذه تعجبكم وتحضروها لانها كتجي سهله بزاف، وكذلك كما قلت لكم كتجي لذيذه وغنيه، يعني فيها كل العناصر اللي تحتاجوها في الجسم ديالكم. هنايا عندي واحد التبصيل او اي حاجه ممكن تحضروا فيها. حطيت هنايا عندي الخس يعني مقطع، علاش قلت لكم ساهله، يعني كتجيبوا الحاجه وتغسلوها وتقطعوها وديروها، يعني ما غاديش يحتاجوا حنا نطيبوا هنا من غير القمرون اللي غادي نشحروا شويه. صافي هنا عندنا طبقه ديال الخس، طبقه ديال الخيار مقطع مربعات، عندي هنا مطيشه حتى هي مقطعه، بصيله حتى هي خضاريه هكا مقطعه طريفات صغارين. غنديروا المايونيز وديروا اي حاجه عندكم، يعني بغيتو يعني تضيفوها لهاد الشلاضه لانها كتجي منعشه وكتجي غنيه كما قلت لكم. وصافي هنايا كندير البايز وغادي ندير القمرون درت فيها شويه ديال الزبده ودرت فيه شويه ديال الثومه وشويه ديال الهريسه، شويه ديال المليحه وشويه ديال الزعتر، شحرته واحد شويه. القمرون ما كيبغيش يطيب، يعني هاد الشلاضه ديال القمرون كتجي رائعه بزاف. هنايا انا غادي نضيف الطون، ممكن ما تضيفوش الطون لهاد الشلاضه، تكتفيو بالقمرون لانه كيجي زوين. وهنايا الزيتون عندي، خضار عندي، كحل، المهم اي حاجه عندكم ما تكلفوش، يعني اي حاجه عندكم في الثلاجه ديالكم استعملوها وزينوا بها. هاد الطبق ديال الشلاضه كيجي رائع. انا الزيت يعني نقص منها شويه رميتو شويه درتو في الكاس، هو اللي غادي يعني نتبلو به هذا الشلاضه. وهنايا زدت داك اللاطه ديال التون اللي عندنا لهذا الشلاضه. صراحه كتجي منعشه وكيجي كاع العناصر مواتيه، مطيشه مع البصله مع داك الخيار والشلاضه والقمر هكا كمشحر، التون، الزيتون كذلك ممكن ندير واحد الرشه ديال الزعتر، ممكن كما قلت لكم ديروا اي اضافه بغيتو. المهم هذا الطبق ديال الشلاضه كيجي منعش. وهنايا صافي عندي هنايا البيض مسلوق غادي نقطعو ونزيد به، ممكن تستغناو عليه حتى هو، ممكن تضيفوه، ممكن نزيدو شويه هكا فرماج حمر هكا قطع مربعات صغارين. المهم ديروا اي حاجه للشلاضه. الشلاضه راه غير كتجمعوا من هنا ومن هنايا وكتجيكم واحد الشلاضه زوينه. هنا عندي مطيشه صوص حتى هي غادي نزين بها ونضيفها لهاد الطبق ديال الشلاضه، حتى هي كيجي هكا منعشه ديك المطيشه، وايضا كتعطي داك اللون الاحمر، كيعطي الشلاضه طابع خاص. صافي هنايا بعد ما حطيت كاع الخضر اللي عندي في هاد الطبق، هنا داك شويه ديال الزيت ديال الثوم، زدت عليه الخيار ديال النكهه ديال الحامض، وزدت عليه شويه ديال المليحه، وغادي نزيد شويه ديال الابشار ونزيد شويه زيت البلديه، وهو اللي غادي نتبل به هاد الشلاضه ديالي. وهكا نكونوا حصلنا على واحد الشلاضه اللي صحيه كتكون منعشه اي حاجه عندكم في الدار. كما قلت لكم ماشي بالضروره ديروا هاد العناصر اللي درت، المهم الفكره وصافي. ممكن ديروا قطع ديال الدجاج لهاد الشلاضه، ممكن تخليوه يشلايض هكا يعني الخرخ. صافي كندير داك الخليط ديال الزيت وداك العناصر اللي حطينا فوق، غادي هكا تقدموا الشلاضه ديالكم بهاد الطريقه. او تزيدوا، انا هنا عندي المايونيز حتى هي كنت خدمتها بزيت البلديه وخدمتها شويه بالثومه وكذلك الزعتر وشويه ديال الربيع، وصافي هكا درت واحد شويه في الوسط وزدت لها ديك. تزينوها وتقدموها بالصحه والراحه.